ايه الاخبار؟ الناس عامله ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الزمالك ان شاء الله باذن الله هيلعب يوم السبت نهائي الكونفدراليه. مش هقولك ان انا مطمن 100%. خايف شويه. لا قدر الله ممكن نخسر البطوله باي سبب من الاسباب، بس اللي انا متاكد منه ان الجمهور هيبقى حاضر الماتش مهما كان. شركه تذكرتي ما يعني يعني في تعنت منها ان جمهور الزمالك ما يجيش كله. بس الكرة للجماهير يا جماعة، والجمهور كله هيملى الاستاد ان شاء الله في نهاية الكونفدرالية. تمام. الفكرة ان اللعيبة لازم تنزل عندها حماس وعندها روح وعندها اصرار ان هي لازم تكسب بطولة. البطولة هتفرق معاك ماديا اكتر من هي هتبقى بطولة، يعني من الاخر كده. فهتفرق معاك لاعب ان انت لعبت في الزمالك في ظروف صعبة، هتتكتب في تاريخك. والجمهور ما بينساش، بالعكس احنا بنفتكر كل صغيرة وكبيرة، كل لاعب ضحى بعرق او بدم او بوقته او بفلوسه ان هو يكمل المشوار مع الزمالك. لان تشجيع الزمالك للرجاله يا شباب. تمام. هتقولي التشكيله الانسب في الماتش، انت لازم تنزل فاتح خطوطك كلها. للاسف ان انت لازم تدخل جون، فكر ان انت تجيب جون قبل ما تفكر ان انت تجيب الجون التاني. تمام. لان انت لو فكرت بالمنتاليتي المصري ان انت تجيب الجون التاني، مش هتعرف تسجل الجون الاولاني. فلازم ولا بد ان اللعيبه تنزل حاطه ان هي حاطه في اعتبارها ان هي لازم تجيب جون الاول في البدايه. تمام. اول ربع ساعه حرفيا هتحدد اللعيبه عايزه تكسب الكونفدراليه ولا لا. اول ربع ساعه. وانا اتمنى تطلع احمد حمدي من الثلاجه، لان الواد ده فعلا ممكن يفرق معاك. لان انت ما عندكش خط نص للاسف. فانت ممكن تنزل بتشكيله، يعني لو هتفتح خطوطك بقى، يعني 3-5-2 انتحاريه. بس انت ما عندكش اي مفر ان انت تلعب غير كده. هتلعب 3 مساكين. عندك محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل. محمد اسماعيل هيبقى في النص لان هو اللي هيعمل بيلد اب من تحت. عندك الخمسه اللي في خط النص هيبقى فتوح. بعد كده عندك عبد الله السعيد، عايز تحط مكانه ادم كايد. بعد كده شحاته، عايز تحط مكانه محمد السيد. بعد كده احمد ربيع. وبعديه على طول اللي جنبه الناحيه اليمين خوان بيتزيرا. وقدام ناصر ماسي والدباخ. بس ده لو انت عايز تكسب. اول ربع ساعه جيب جون، اول ربع ساعه بس. ضغط عالي جدا، مستميت، استماتة غير طبيعيه من لعيبه الزمالك ان هي لازم تكسب. وخير يا شباب ان شاء الله باذن الله ان كلنا نفرح يوم السبت ونكسب الكونفدراليه ولا عزاء للحاقدين يعني. السلام عليكم. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت في السؤال الآتي: ايه التشكيل الانسب اللي انت شايفه للزمالك؟ السلام عليكم يا اغلى الناس.